سخطك ومن سخطه يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد جلل رهيب. بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، وبتقول لأبو بكر، أبو بكر بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما ألتقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقفك وعليك. طبعا أبو بكر تقبل كل هذا بحالة من حالات الحزن الجبار، واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة، وبكى أبو بكر خليفة المسلمين، خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تزهق، حتى تصوروا أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها.